نقول وبالله التوفيق. قبل دعوة المسلمين في الحبشة من الأروميين وغيرهم، دعوتهم إلى الإسلام أولا، فقد كان لهجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة دور عظيم جدا في نشر الدعوة الإسلامية في الحبشة. حينما اشتد الأذى من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، قائلا: